مره اقنعت اختي الصغيره اني اقص رموشها. هي ليه الحفله في الاخر قلبت ساديزم كده؟ وماما لما شافتها عملت من بنها. ايه ده بنت مين دي؟ اعوذ بالله. انا مالي؟ انا مستلمها برموش. وما اعترفتش غير بعد 20 سنه. وتقريبا عملت كده عشان خرجوا وسابوني معاها. ايوه يا عمر. ايوه ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. قصيتي رموشها دي عمليه عايزه جراح اصلا. اثباتي خالص اي حركه هنحرق لك بمقص الصوم. ما هي كان عندها سنتين ساعتها. دي المفاجأة بقى، عرفت اثبتها وهي عندها سنتين اصلا، وكانت شقية جدا كمان. ايوه. اصل انا كنت صغيرة، كنت في ثالثة ابتدائي واتقدرت في البيت بسببها، قعدت في البيت بسببها. هما انت اهلك كانوا عاوزين يخرجوا فسابوكي وانت في ثالثه ابتدائي تقعدي انت مع اختك؟ ما انا عشان انا كنت الكبيرة. فانتقاما هم فاهمين الدنيا غلط كده. الكبيره دي بتبقى كبيره الاكبر اشرح لهم بقى ايه. بصوا العيله بتتكون من اب وام وابناء. في ناس بتتولد الاول بيبقوا اطفال برضو. لا بقى هم ما كانوش معتبريني طفله بقى، يعني حد كبير قدوه بقى لازم اقعد معاه. فرحتي قصلها رموشها. فقصيت لها رموشها، بس ما حدش يعني، هي بقت مستغربه شكلها. مامتك ما خدتش بالها؟ ما انا بقول لك انا عملت من بنها، مش هي ماما اللي عملت من بنها. ايوه امك لما شافت ما فهمتش، ما ركزتش قوي. لا ما فهمتش ايه دي طفله تلاقيها بتغير رمش وانا راحت مغيره لها وخلاص. بالظبط. بعد بقى 20 ساعه كده، 20 سنه في جلسه صفا كده، قلت لها على فكره انا اللي كنت قصلها رموشها. طبعا هي كانت ماشيه بعصايه طبعا. ايه؟ ماشيه بعصايه وكده. لا. تمام اختك تمام؟ زي الفل قاعده جنبي اهي. ما بتتكلمش ليه؟ يا اسطى انا طفله قعدت معاها قصيت لي رموشي، اتكلم دلوقتي قص لساني؟